في فيديو النهارده هناخد فكرة عن أوحش وأغرب الأكلات في السويد اللي ما كنتوش تتخيلوها. ولو ده أول فيديو تشوفه ليا حابب أعتذر، أنا بنزل محتوى متنوع كل أسبوع يمكن يفتح نفسك. أهلا بيكم في فلوج جديد النهارده يا شباب. النهارده يوم أجازة رسمي في السويد، ميد سمر، هي أجازة منتصف الصيف أو عيد منتصف الصيف. فالنهارده كل الأماكن مقفولة، فالمكان الوحيد اللي فاتح هو السوبر ماركت. فأنا قلت النهارده هاجي أصور فيديو سريع وأفرجكم على أكتر حاجات مقرفة في السوبر ماركت السويدي، مع كامل احترامي للناس اللي بتحب الحاجات دي. أول حاجة معانا هنا اسمها ليفر باستيل. ليفر باستيل بتبقى عبارة عن زي كبدة الخنزير معمولة زي البلوبيف كده اهو. في كمان هوت دوج معمول من كبدة الخنزير. من الحاجات المقرفة برضو هنا في السويد هو البلود بودنج، فده عبارة عن بودنج معمول من دم الخنزير. فالخنزير لما بيتذبح بيصفوه وياخدوا الدم ده يعملوه مع دقيق فيعملوا بودنج، فالناس تاكله كده. بصراحة حاجة مقرفة جدا. بلود بودنج يمكن من أغرب الأكلات المشهورة هنا في السويد. بياخدوا الدم بتاع الخنزير ويعملوا بيه بودنج بالدقيق واللبن ومكونات تانية وبياكلوه مع البطاطس. البلود بودنج عادي جدا هنا لدرجة ان بيتقدم في اكل المدارس، بس طبعا عشان مش كل الطلاب بياكلوا بلود بودنج فبيبقى فيه بديل. لو نفسك جت بقى تاكل حلزونة، ففي هنا حلزونة معلبة كام 65 كورونا. الله. سير ستريمينج ده بقى زي الفسيخ بس اعفن 100 مرة، زي ما تقولوا كده الفاينل بوس للفسيخ. السمك ده شبه الرنجة وليه طريقة تخمير معينة وبيتباع معلب. السير ستريمينج بيتباع مرة واحدة بس في السنة أواخر شهر 8، ونادر جدا تلاقيه بقية السنة، لدرجة إن في ناس بتشتريه بكميات وتبيعه بسعر أغلى على سوق مستعمل. السير ستريمينج ريحته قوية جدا لدرجة إن ممنوع تفتحه في وسط مدينة ستوكهولم، ولازم تبقى حريص جدا عشان ريحته ما تسرحش للجيران. فلو بتاكل الفسيخ أتحداك تاكل السير ستريمينج. في أكلات تانية غريبة زي الفيسك بيلر أو كور السمك، مش ألطف حاجة هنا في السويد، حاجة تشبه الناجتس بس بالسمك. وعامة منتجات المعلبة مش أفضل حاجة. في كمان كورف ستروجانوف، طبيخ معمول بالهوت دوج. في هنا برضو سبريد غريب للسندوتشات، عبارة عن فراخ وكبدة خنزير، وفي برضو دهن الخنزير. في هنا كاندي بأطعام مقرفة، فأنت وحظك. في يا إما تاخد طعم التوتي فروتي يا إما الشراب المعفن. في أطعمة تانية زي البيض المعفن، عندنا طعم الكبدة، طعم معجون السنان، فشيء مقرف جدا. من ضمن أغرب الأكلات هنا في السويد في موسم الكريسماس هو لوتفيسك. لوتفيسك سمك ملوش ولا ريحة ولا طعم، عبارة عن سمك مجفف بعد كده بيتبل بالهيدروكسيد الصوديوم. اللي معرفش هيدروكسيد الصوديوم فدي مادة بيستخدموها في مسحوق الغسيل والصابون. نكمل هنا في سلسلة الدم. في برضو دم بقري، الواحد ممكن يشتري دم بقري عبارة عن دم وشوية مواد حافظة ونعيش بقى. حاجة بصراحة تقرف. أنا مش فاهم ليه في الدول الاسكندنافية بيحبوا يدخلوا الدم في أكلات كتير. على سبيل المثال في السويد وفنلندا في حاجة اسمها بالت بريد، عيش معمول بالدم. في كمان الشوربة السودا، عبارة عن شوربة معمولة بدم الوز. خد التقيلة بقى، جريس فتر إخليه، يعني رجول خنزير محطوطة في جيلي. أظن كفاية كده على الفيديو بقى. ما تنسوش الاشتراك في القناة لأن بصراحة نفسي تسدد بعد البحث عن هذه المعلومات الخطيرة، وإن شاء الله أعمل فيديو عن أجمل الأكلات في السويد، حاجة كده هتفتح نفسكم. سلام.